في البداية هذا الفيديو للعلمي والأدبي والتطبيقي والكل شيء والأحياء وشكو طالب بالخامس راح ينجح للسادس. زي قاري مش مبمبه نعم ده كده والنار خايتك يا جام والله يا جام جاي نضبط جاي اضبط عدسة الكاميرا جاي اضبط عدسة الكاميرا عليها. هلا الشباب جاي. حياكم الله اصدقائي، اليوم وياكم فيديو جديد. انا احمد الشاعر وهذه قناتي اللي اول مره يزور قناتي لا ينسى يشترك بالقناه ويفعل الجرس واللايك حتى نبدا الفيديو. يلا. طبعا اغلب الرسائل الوارده من طلابنا الخامس شلون ادرس؟ ادخل خصوصي لو لا؟ افكر ادرس بالخارج بالمستقبل، ايش قدر لازم اطلع معدل، ومن هاي السوالف كلها راح اجاوبها بهذا الفيديو. هذا الفيديو مو نصائح لان انتم اغلبكم بالغين وواصلين وواعين، هذا يعتبرها اني عندي تجربه مريت بيها اريد اشاركها وياكم. ونبدا بالفيديو. اول سؤال احمد هسه شلون راح ادرس؟ سؤال صعب. ناوشني كتاب اخي العزيز، هذه انه كتاب تفتحه بهذه الطريقه وتقلب في الاوراق تقعد وتدرس. المهم اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 يلعن، اضحك اضحك. هذا مو موضوعنا. اول سؤال يعني اكثر سؤال وارد من طلاب الخامس، شلون ادرس يعني للسادس؟ شلون اتحضر للسادس حتى اكون مسيطر؟ اخوي العزيز لازم تسوي لك جدول. تقول انا ما ملتزم، ندري بك ملتزم، احنا نريد من هسه تحضر نفسك وتلتزم. يعني اذا التزمت من هسه وبعدك هوايه للسادس راح شوي شوي يوم يوم تدريجيا راح تلتزم بجدول. حتى لو اول اسبوع او اول شهر او شهرين ما التزمت، شوي شويه راح تتاقلم وراح تلتزم. يعني حاول تخلي لك جدول انت خليه. انا اقدر اعطيكم جدول بس كل طالب عنده نفسيه ويعرف هو كم ساعه يقدر يدرس، فحتى انت تكون الجدول مالك خاص بيك لازم انت تحضر الجدول الخاص بيك. ما عليك من اي استاذ، ما عليك من اي طالب يقول لك انا احضر لك جدول، لا، كل شخص له كود خاص مثل ما يقولون. انت سوي لك جدول وانت ادرس. اللي اريده منك انه تقعد ويا نفسك وتفكر شويه، تفكر ويا نفسك. اريدك تعرف نقاط ضعفك ونقاط القوه عندك، يعني تعرف نقاط القوه عندك ونقاط الضعف عندك. نقاط الضعف اللي عندك قويها، والقويه سويها حديد. مثلا انت ضعيف بالرياضيات، حاول تحسن نفسك بالرياضيات، يعني تدرس او تحل مسائل بشكل متكرر. حاول 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 مره مرتين ثلاثه. التكرار يعلم. فحاول حاول حاول حتى تصل الى مرحله انه اي صعوبه ما تلاقي في هذا الماده اللي عندك ضعف بيها. طبعا تسالني تقول لي نقاط القوه شنو؟ يعني اذا عندي نقاط قوه انا قوي بيها، شلون يعني اقويها؟ مثلا نفرض انه عندك اسلاميه، ماده الاسلاميه انت قوي كلش فيها، اوكي؟ بس انت يعني ما ملتزم بيها، تقول انا اصلا قوي بيها يعني عادي حتى لو ما ادرسها انجح. لا، هي هاي نقاط القوه لازم تركز عليها اكثر شيء، لانه هاي راح تعلي لك المعدل. افتهمت علي؟ المواد الصعبه اللي انت ما مسيطر بيها او انت تكرهها، خلينا نقول، ان شاء الله ماكو ماده تكرهها اكيد بس اكو، مثلا الرياضيات او الانجليزي. حاول قبل السادس، هو ما عندك هسه حاليا انت تجهز نفسك للسادس، حاول بهذه الفتره تسيطر عليها، لانه تسبب لك مشاكل بال40 يوم وتسوي لك حاله نفسيه. اكو مسائل مثلا ما تعرف تحلها وانت ضعيف بيها، حاول من هسه تسيطر عليها حتى تكون مسيطر بالسادس. وركزوا لي على هاي الملاحظه، تركيز جواته خط لي على هاي الملاحظه انه لا تسال او لا تاخذ نصيحه من طالب سادس يدرس سادس. خذ النصيحه من طالب سادس تخرج من السادس توه او متخرج من السادس، لان الطالب السادس اللي موجود جاي حاليا خلينا نقول قيد الدراسه، من تساله يصعب لك كل شيء. هو لين اصلا داخل بحاله نفسيه وداخل بدبرسيون وعنده الوضع فول اوبشن ما شاء الله، يعني طاقه عنده الفيوزات، راح يقول لك ترى السادس صعبه ودير بالك منه، هاي الماده هيك وهاي الماده، لا تساله لان هو اصلا بحاله نفسيه. مكان الدراسه جهز لك او حضر لك مكان من هسه، يعني تحضر المكان للدراسه. يعني مو انت ما عندك مكان تقعد بغرفه الصاله، مو هيك، لازم يكون عندك مكان للدراسه. حتى شنو؟ من تدخل هذا المكان تلقائيا تحس انه انت بمكان الدراسه، يعني حتى يكون فكرك وبالك بالدراسه. يعني مثلا لا تتمدد لي بالقاع مثل الطواف مال المبردات، بس ترى من اقول لك من تتمدد خلاص شنو يصير؟ شايف الطواف من ينزل قبل ينقطع الماء من المبرده، انت من تتمدد راح يروح شنو بالك للنوم قبل تنام على الكتاب. لا، حاول تدبر لك ميز. اذا حاول تعود نفسك على الميز انت وقاعد وتريد تدرس، الميز شويه يكون يعني انت تكون مسيطر وواعي على موضوع اخر. احمد التليفون دمرني، تاليتها وياه شلون يعني ما راح اقدر ناوشني التليفون.
التليفون ترى بكل مقاطع يشرح انه التليفون سرطان. يعني طلاب السادس اللي بالسادس يجوز صعب عليه يستغني عن التليفون، لانه هو حاليا اصلا ما ضل شيء وخلاص جاي يمتحن اصلا حاليا نقول. بس الطلاب الخامس حاول هذا التليفون تدريجيا تبتعد عنه، يعني حاول اذا عندك تليفون متطور غيره، يعني شوي شوي مقلل مواقع التواصل الاجتماعي من هسه، يعني بحيث اريدك من تصل ل 40 يوم تشايل لك تليفون طابوقه مثل ما يقول المخرج. قبل شويه قلت صرصور ما ادري شنو، قال لي شنو صرصور. المهم اريدك بال 40 يوم ما عندك تليفون او عندك طابوقه، لا تقول لي محاضرات ولا تقول لي اكو مرشحات ما ادري شنو، ترى كل هاي حجج وكلاوات، ما حد يدمرك غير هاي المرشحات والاسئله المتسربه ودمار شامل. ترى اعتمد على نفسك، اقرا انت، اقرا كل شيء، ما راح يجيبون الاسئله قابل، بس تقول لي من الكتاب. المشهوره كلمتك المشهوره. حياكم الله، كلمتي المشهوره دائما اقولها من يوم ورايح، خلاص بس حياكم الله الي خاص. حياكم الله ونشوفكم فيديوهات قادمه، في امان الله. احمد الشاعر.